السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا ينتظر المغاربة جميعا قرار الملك المغرب بخصوص عيد الأضحى في ظل موجة الغلاء المهولة التي تعرفها جميع المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث هناك تخوف كبير من إلغاء هذه الشعيرة لهذا الموسم لهذه السنة، وذلك انتظارا لتأكيد ملك البلاد إما الإلغاء وإما تأكيد حدوثه. وفي انتظار تأكيد الملك لهذا الأمر أو إلغائه، فهناك بعض البوادر وبعض المظاهر التي بدأت في الظهور، ومنها أن المغرب استورد من الأسواق الرومانية شحنة مهمة من رؤوس الأغنام، حيث سيتم كما تم جاء في الذكر توفيرها للذبح وتلبية جزء من الطلب الداخلي من اللحوم الحمراء قبل فترة عيد الأضحى. وقال مصطفى بالفقيه رئيس الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط إن ميناء طنجة المتوسط سيستقبل بعد أسبوعين أول شحنة من رؤوس الأغنام المستوردة من السوق الرومانية، بعد توصل مهنيي قطاع اللحوم الحمراء والمهنيين برومانيا إلى اتفاق حول صيغة هذه العملية. وأوضح بالفقيه في تصريح ل SNRT News أنه يرتقب أن يصل عدد الأغنام التي ستستورد من ذلك البلد الأوروبي 15 ألف رأس. إذا هذه الكمية الكبيرة غير موجهة فقط للسوق الاستهلاكي، ولكن ربما لعيد الأضحى، مشيرا إلى أنه يمكن ويتم التفكير في جلب شحنة أخرى من هذه الماشية. وشرح أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أونسا قام بتتبع الوضع الصحي للقطيع، وتم منح المهنيين شهادة صحية بخصوص جودة وصحة الأغنام الرومانية بغرض تسهيل استيرادها، بعدما تبين أنها صالحة للاستهلاك وذات جودة عالية. كما أكد نفس المصدر أنه تم اختيار السوق الروماني بالنظر إلى أن المواشي في هذا البلد تتم تربيتها في ظروف مشابهة لطريقة تربية الأغنام في المغرب، حيث لن يجد المستهلك أي فرق، وتعتمد بالأساس على الرعي فضلا على أسعارها جد المناسبة للمهنيين المغاربة، إلا أنه للأسف سيتم بيعها للمغاربة بأضعاف ثمنها. وكانت الحكومة قد اتخذت عددا من الإجراءات همت إلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة لتشجيع استيراد الأغنام، بعدما هم هذا الإجراء في البداية الأبقار البرازيلية الموجهة للذبح فقط. كما أكد عبد العالي رامو رئيس الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالجملة ونائب رئيس الفيدرالية البيومهنية للحوم الحمراء أن المغرب سيستورد من الأسواق الرومانية الأغنام الموجهة للذبح لتلبية جزء من الطلب الداخلي للحوم. وأشار في تصريح إلى أن المهنيين سبق لهم أن استوردوا قبل 10 أيام أول شحنة من رؤوس الأغنام من السوق الإسبانية، وتم توجيهها للذبح للحفاظ على القطيع الوطني خلال هذه الفترة التي تسبق عيد الأضحى. إذن هذه من الدلائل والعلامات التي تدل على أن العيد الأضحى سيكون إن شاء الله سيتم تأكيده، وسينعم المغاربة بمنتوج جيد. إذن في انتظار الأسعار أن تكون مناسبة إن شاء الله. كما كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي أن الاستعدادات لعيد الأضحى تجري في ظروف جيدة، وأن عملية ترقيم الأغنام وصلت 3,500,000 رأس، معتبرا أن الإشكال لا يتجسد في أعداد القطيع، وإنما في ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب غلاء الأعلاف.
وهو ما يدل على أن الأسعار سترتفع، وهي بدورها بالربع إن لم نقل أكثر بكثير. وأوضح الصديقي خلال الندوة الصحفية عقدت الجمعة على هامش فعاليات الدورة 15 للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس أن الرهان الحقيقي يتجلى في الحفاظ على القطيع الوطني، خاصة الحفاظ على النعاج التي تعتبر دينامو تكاثر القطعان الأغنام. وأضاف الوزير أن اللجوء إلى استيراد الأغنام يدخل في باب الحفاظ على القطيع الوطني. وتابع: نشجع حاليا استيراد رؤوس الأغنام، فإن أعجبت المستهلك يمكن ذبحها في عيد الأضحى، وإن كان العكس فستوجه إلى الذبح واستغلال لحومها في المجازر. ومن هذا المنبر أقول له بأن المواطن اكتوى بنار الأسعار كثيرا، ويرجو فقط أن يكون ثمن الأسعار منخفض وصالح وفي متناول الجميع. والجودة بطبيعة الحال حتى هي مهمة، فالمواطن المغربي يهتم بالجودة وبالثمن في ظل سحق الطبقة المتوسطة الذي هو سحق ممنهج، والطبقة الفقيرة هي في خبر كان. إذن المرجو أن يتم المراعاة ظروف هذه الطبقة، وإن شاء الله أن يمر عيد الأضحى في ظروف وفي أجواء سعيدة كما كان في السابق. فالمغاربة لم يستيقظوا بعد صدمة العيد الأضحى الماضي حتى يفاجأوا بهذه الزيادة التي يمهد لها ويجهز لها المسؤولون للمواطنين خلال العيد الأضحى المقبل. وشدد الوزير على أن الحكومة تشتغل على ضمان استقرار الأسعار، وأن الهدف الأسمى هو الحفاظ على القطيع الوطني. وأكد على أن القطيع الوطني تأثر بدوره بفقدان التوازن جراء تعاقب سنوات الجفاف وارتفاع أسعار العلف، مما صعب عملية إعادة إعمار القطيع. وقال: نشتغل مع المهنيين لبحث كيفية توجيه مساعدات لهم، خاصة فيما يتعلق بالعلف، والأهم أن قطيعنا لا يعاني من الأمراض. وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كشفت في بلاغ لها في نهاية أبريل أن عدد الوحدات المحتملة لتسمين وتحضير الأغنام والماعز بمناسبة العيد حوالي 214 ألف وحدة. وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الوضع الصحية للقطيع تعتبر مرضية، مبرزة أنه يتم التتبع الصحي للقطيع بصفة منتظمة من خلال مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا والأطباء البيطريين الخواص المعتمدين من طرف أونسا. إذن شكرا للمتابعة، ونرجو الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.